اهلا بيكم طلبة الثانوية العامة، تحديدا شعبة العلمي. احنا ان شاء الله هنبدأ سوا سلسلة من الفيديوهات عن مادة الفيزياء. طيب، علشان بس ايا كان انت علاقتك ايه بالرياضيات، هل كنت بتحبها زيي او انت كنت شوية بتسترخمها وشايف ان الرياضيات دي رخمة شوية او مش قادر ان انا افهم الكلام اللي فيها فدخلت علم علوم، فلقيت قدامك الفيزياء برضو بتعاملك كأنك لسه في الرياضيات. فعلشان كده احنا هنتكلم النهارده عن اساسيات رياضية في حل مسائل الفيزياء. ايه الاساسيات اللي قدامنا؟ اول حاجة التحويلات، تاني حاجة طرفين في وسطين، تالت حاجة هي بدلالة مجهول وهفهمك يعني ايه بدلالة مجهول، رابع حاجة وهي المسودة. وبالنسبة لي انا رابع حاجة او رابع خطوة دي اهم خطوة في المسائل كلها في الفيزياء، او حتى لو انت كنت علمي رياضة وبتحل رياضيات، المسودة بالنسبة لي هي بيت المعطيات، ولازم لازم لازم يطلع منها المسألة كلها. هعلمك ازاي نكتب مسودة، هعلمك ازاي ايه هي الحاجات اللي هنحطها في المسودة، هنحط المعطيات ازاي في المسودة، وبعد كده هتفيدني في ايه في الحل ان شاء الله. نبدأ بأول حاجة معانا وهي التحويلات الدارجة. بمعنى انت بيجي مثلا في مسألة من المسائل كده تلاقيه بيقول لك تيار شدته 15 ملي أمبير، فانت متعود على ان الوحدة الأساسية بتاعتك او الوحدة الدورية بتاعتك هي الأمبير. اهو دي الوحدات الدولية، أمبير، أوم، فولت او متر لو انت بتحكي على طول مثلا، فدي الوحدات الأساسية. ففجأة يلاقيه بيقول لك ملي أمبير او ملي متر. طب انا الوحده بتاعتي مش ملي، الوحده بتاعتي بالمتر او بالامبير او بالاوم او بالفولت، كلهم دي اسمها وحدات اساسيه او وحدات دوليه. لازم في الاول قبل ما تبدا في حل المساله وانك تعوض في الاله انك تحول من الملي ده للمتر، من السنتي ده للمتر ده، من السنتيمتر مربع للمتر مربع، وهكذا. طيب تعال نشوف بقى التحويلات دي بتتم ازاي. اول تحويل عندك من سنتيمتر لمتر، احنا المتر فيه 100 سنتي، في 100 سنتي، يبقى من السنتيمتر للمتر انا بقسم على 100. صح كده؟ ده اللي احنا متعودين عليه في الرياضه، ان المتر بيبقى فيه 100 سنتي، فلما اجي احول من سنتي لمتر بقسم على 100. ولكن في الفيزياء صعب انك تكتب على الكسر ده العلى ده، الاشاره دي ما بنحبش نستخدمها في الفيزياء، فبنبدلها بايه؟ بنبدلها بضرب. طب انا عايز اضرب، هضرب في كام؟ هضرب في 1 على 100. معاك حق، ولكن الاسهل ان انا اضرب في 10 واحط من فوق هنا قص معين. القص ده في الحاله دي هيبقى -2. جت ازاي؟ دي مساله رياضيه او مشكله رياضيه احنا مالناش دعوه بيها دلوقتي، ولكن اللي انا عايزك تحفظه واللي هيتكرر معاك كتير بالمناسبه هو من السنتيمتر للمتر في 10 اس -2. انا هملى لك دول دلوقتي بحيث ان احنا نسرع شويه الفيديو ما نطولش فيه، والمحتاجك انك تحفظهم في ايا كان بقى، في كتاب الامتحان، في مذكرات المدرسين، اول صفحه هتلاقيها هي التحويلات الدارجه، فعلشان كده انا مش حابب اضيع وقتك فيهم. طيب هنيجي لتاني واهم اساس معانا وهو طرفين في وسطين. ايه الاساس ده او ايه طرفين في وسطين؟ يجي لي مثلا مساله يديني قيمه الار ويديني قيمه الرو اي ويديني مثلا قيمه الاي او المساحه مقطع الموصل ويقول لي اوجد ال او اوجد طول الموصل. ساعتها انا ايه التصرف اللي قدامي؟ بستخدم مهاره اخدتها زمان وهي طرفين في وسطين، او ما يعرف بيها في الحاله دي المقص. يعني ايه مقص؟ يعني لو احنا اعتبرنا ان الار دي مقسومه على 1، فاذا هنقول ان رو اي في ال في 1 بتساوي الار في الاي. تعال نكتبهم كده سوا. رو اي في ال في 1 بتساوي ار في اي. ده مفهوم الطرفين في وسطين. انا لما فكيتها بهذا المنظر قدرت ان انا اخلي ال اللي انا عايز اجيب قيمتها المجهوله في طرف لوحدها من غير ما تبقى مقسومه على حاجه. بس لسه انا معايا الرو اي، طبعا الواحد ده كده كده ايه ملوش قيمه في الضرب، فانا معايا لسه الرو اي جنب ال. طب انا عايز اودي الرو اي الناحيه الثانيه، هعمل كده ازاي؟ الرو اي هنا مضروبه في ال، فلما اجي اوديها الناحيه الثانيه لازم اعكس الاشاره بتاعتها. يعني هنا الاشاره ضرب، فانا لازم اقسم واقسم على القيمه اللي مضروبه في ال اللي هي الرو اي. فهيبقى اشد شرطه كسر، هنا اكتب رو اي من تحت وهنا اكتب رو اي، فيبقى اذا هتتشطب دي مع دي، هيتبقى لي ال بتساوي ار في اي على رو اي. وساعتها لو مديني فعلا الثلاث قيم دول ببدا ان انا اعوض والمساله كده اتحلت. مثال تاني، لو انا عايز الان مثلا في القانون اللي هو الاي او شده التيار بيساوي ان عدد الالكترونات في شحنه الالكترون الواحد على الزمن بالثانيه. تاني هو مديني الاي، مديني شده التيار، مديني الزمن بالثانيه، ومديني شحنه الالكترونات اللي احنا حافظينها، فبيطلب مني عدد الالكترونات في الحاله دي. برضو نفس الفكره، هنعمل طرفين في وسطين اهو المقص بتاعنا، فهنروح قايلين ان الان في الاي خلاص الواحد ملوش قيمه بيساوي الاي في التي. صح كده؟
طيب انا عايز اخلي الان لوحدها، فانا عايز اودي الاي الناحيه الثانيه. طب الاي هتروح الناحيه الثانيه ازاي؟ الاي هنا مضروبه، فلازم اقسم على الاي. فلما هحط شرطه كسر هنا واكتب اي، وهنا احط شرطه كسر واكتب اي، الاي هنا هتتشطب مع هنا، يبقى الان بتساوي اي في تي على اي. انا ليه بقول لك الكلام ده، او ليه بقول لك الاساس ده هينفعك في ايه مثلا؟ هينفعك اول حاجه في الحاله اللي انا قلتها لك دي. تاني حالة هينفعك فيها وهي الوحدات، ان ازاي تجيب مكافئ الوحدة، ازاي تلعب بالقوانين، ازاي تجيب زي ما قلت لك كده. وهنا مثلا طلب ال فوق ممكن يطلب لك الرؤي، فبدل ما تحفظ قانون لل وقانون للرؤي وقانون للايه، طب ما انا احفظ القانون الاصلي بتاعي اللي هو الار بيساوي الرؤي في ال على ايه، واجيب منه الباقي. انا ليه اتعب نفسي؟ فعلشان كده طريقة طرفين فسطين هتوفر معاك حفظ، هتوفر معاك مجهود، هتخليك طول ما انت بتعملها مظبوط بتعملها صح، مش هتتلخبط في الامتحان، ومش هتحل ان شاء الله اي حاجة غلط. تالت واهم مهارة معانا هي بدلالة مجهول. يعني ايه؟ تعال نشرح على مسألة. موصل واحد طوله ضعف طول موصل اتنين، ومساحة مقطعه اللي هي موصل واحد بيساوي نصف موصل اتنين، وكان الموصلان من نفس المادة يعني الرؤي متساوية. احسب مقاومة الموصل الثاني على مقاومة الموصل الأول، أو النسبة R2 على R1. ده نوع مشهور جدا من المسائل وهنتطرق له كويس قوي، ولكن اللي أنا جاي أعلمه لك هنا هو إزاي تحول البيانات اللي في المسألة دي إلى رموز تقدر إنك تعوض بيها بعد كده وتشتغل بيها في المسألة بتاعتك. طب تعال نشوف إيه البيانات اللي عندنا. أنا عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن موصل طوله واحد اللي هو L1، طول L1 بيساوي ضعف L2، بيساوي 2 من L2، ومساحة مقطعه يعني A1 بيساوي نصف موصل 2 اللي هو نص A2. ماشي معايا لغاية هنا؟ حلو قوي. بيقول لك الاتنين من نفس الموصل يعني رو E1 بيساوي رو E2، هي. احسب R2 على R1. طيب بص بقى، في ناس بتحب ان هي على طول تحل المسألة بعد الخطوة دي. ازاي؟ هقول لك يعني يبقى دي اول طريقه كده هناخدها في دلاله مجهول او حل النوع ده من المسائل. تقول لك احنا عارفين ان الار بتساوي رو اي في ال على ايه. طبعا الكلام ده انا هقوله لسه بالتفصيل لما نوصل للنوع ده من المسائل، بس ايه، خلينا نمشي شويه علشان نعرف البيانات اللي انا خدتها دي هتفيدني ازاي، والطريقه الثانيه اللي انا حابب اوصلها لك وحابك تطلع بيها من الفيديو برضو هتوصلني ازاي للحل، ونشوف انهي اسهل لك واختار اللي انت عايز تمشي بيه. هنقول ان ار بيساوي رو اي في ال على ايه. احنا عارفين ان R1 على R2، هو عايز على فكره بالمناسبه R2 على R1 فانا همشي معاه R2 على R1 هيساوي، ونروح شادين شرطه كسر كده ونكتب R2 بيساوي رو اي 2 في L2 على A2. انا نقلت القانون تحت. وبرده تاني انا مش بشرح النوع ده من المسائل دلوقتي، انا بشرح بس الحاجات دي هتفيدني ازاي. وبعد كده لما نبقى R1 تحت يبقى هنضرب في A1 على رو E1 في L1. في ناس بقى بتعمل ايه؟ بتقول لك طب انا عندي A1 فوق بيساوي نص A2، ورو E1 فوق بيساوي رو E2، وL1 فوق بيساوي 2 L2. طب انا هعوض عن الجزء ده باللي فوق بالمعطيات اللي قدامي دي. طب تعالى نعوض. R2 على R1 بيساوي رو E2 في L2 في A1 بتساوي نص A2، فهنكتب كده هنا 1 على 2 A2 على رو على A2 زي ما هي هنسيبها زي ما هي مش هنعوض عنها، في رو E1 بيساوي رو E2 في L1 من هنا اهو بيساوي 2 L2. بعد ما عملنا الكلام ده كله بنبدأ نشطب. رو E2 هي تحت، L2 هي تحت، A2 هي اللي تحت، فهيتبقى لي R2 على R1 بيساوي نص على 2 بتساوي ربع، ويبقى المسألة بتاعتي خلصت. طيب المسألة دي علشان مباشرة، انت مجرد بعد ما كتبت المعطيات بتخش على طول، سهلة. لكن في مسائل تاني يقول لك ايه، بدل A1 يجيب لك R1 بتساوي نص R2، فبتضطر تعمل خطوة زيادة انك بتجيب مساحة المقطع. طيب ما انا لو عوضت بR1 بيساوي نص R2 ممكن اتلخبط. فايه اللي انا بقدمه لك، او ايه الطريقة اللي انا عايزك تكتب بيها المعطيات بتاعتك؟ تعال نشوفها. هي طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا وسلسة جدا، اسمها بدلالة مجهول. بمعنى انا لو اعتبرت ان L1 ده بيساوي ال دي اعتبرها س ص اكس زين عين زي ما انت كنت بتاخد في الرياضه، فانا اعتبر ان L1 دي بيساوي ال مجهول. انا قلت ان L1 دي بال، فاهم؟ فلو انا قلت L2 هتساوي كام بين ال دي،
يعني لو L1 بيساوي L فL2 هتساوي كام L؟ احنا عندنا بيقول لك فوق ان الموصل الاول طوله ضعف الموصل الثاني، او الموصل الثاني نصف الاول. مش هي نفس الجمله؟ هي. طب تعالى نكتبها هنا بقى. الموصل الثاني طوله نصف الموصل الاول، فيبقى L2 بيساوي نص L. انا كل اللي انا عملته ان انا خليت لك L1 برقم وL2 برقم. لما هاجي اعوض هعوض في القانون تحت عن L1 وعن L2، فانا مش هتلخبط. يعني تعالى نكتب مثلا بنفس المثال في الايهات. A1 بيساوي اهو هنا نص A2، يعني المفروض ان A1 دي بنص A2، فانا اعتبر A1 ب A مجهول برضو. طب A2 بتساوي زي ما قلنا ان مساحة مقطع الموصل الاول نصف الموصل الثاني، يعني الموصل الثاني ضعف الاول. يعني لو A1 ب A بس بص يبقى A2 هتساوي 2 A، 2 من المجهول ده. حلو لغايه هنا؟ عظيم جدا. نخش على بعده. رو اي 1 بالمثل هتساوي رو اي اللي هي المجهول اللي قلنا عليه، ورو اي 2 هيساوي نفس الرو اي، ما هي نفس الماده. فتعال نعوض بعد ما جبنا الشكل ده. R2 على R1 بتساوي رو اي 1 2 في L2 على A2 في A1 في رو اي 1 في L1. يبقى إذا R2 على R1 بتساوي، وابدأ أعوض عن كل قيمة من اللي أنا كتبتهم فوق. دي الميزة، إنك مش هتتلخبط. إنك في السرعة بدل ما تقول طب أعوض عن رؤي 1 ولا رؤي 2، طب أعوض أنت هتعوض عن كله. وما تقلقش، الحركة دي دلوقتي بس تبان لك إن هي بطيئة، لكن لما تتعود عليها هتبقى سريعة جدا دقيقة جدا، مش هتغلط إن شاء الله. فتعال نعوض. رؤي 2 بيساوي رؤي أهو في L2. ندور هنا كده فين L2 اهي. L2 بتساوي نص L، فانا هكتب كده هنا في نص L في A1 فوق اهي بتساوي ايه؟ شكرا. على A2 اهي بتساوي 2 A في رؤي 2 سوري رؤي 1 اهي بتساوي رؤي في L1 اللي هي بتساوي L. لما شطب كله على بعضه هيبقى نص على الاثنين برضو اللي هي تطلع 1 على 4. فالطريقة دي معاك والطريقة دي معاك. أنا بفضل الطريقة التانية علشان نسبة الخطأ فيها وإنك تغلط فيها في الامتحان مع السرعة مع التوتر مع كل ده قليل قوي، لأنك ببساطة بتكتب ال L1 بيساوي إيه، ال L2 بيساوي إيه، ال A1 بيساوي إيه، ال A2 بتساوي إيه، وبتعوض زي المغمض من غير ما تشغل دماغك تاني. فأنا بفضل الطريقة التانية، وهتفهم أكتر إيه ميزتها لما نخش على المسودة. اخر حاجه واهم حاجه في الفيديو بتاعنا، ولو عايز تطلع بحاجه من الفيديو زي ما قلت لك اطلع بس بالمسوده. تعال نقرا المساله دي. اذا كان فرق الجهد بين نقطتين 12 فولت، نقطتين في موصل 12 فولت وتحرك بينهم 6.5 في 10 أس 18 الكترون في زمن قدره ثانيتين، فان مقاومه الموصل هتكون كام اوم؟ تعال نشوف. ما معنى المسوده؟ المسوده بالنسبه لي ببساطة شديدة جدا ومن غير بقى فلسفة ولا فزلكة ولا أي حاجة، هي بيت المعطيات، وهي الرابط بين الكلام اللي بالعربي ده والتعويض في القانون. فأنا لازم أعمل رابط أو أعمل مسودة أهي على جنب كده، بكتب فيها كل المعطيات اللي قدامي واكتب فيها المطلوب اللي هو عايزه. طب تعالى نشوف هعملها ازاي. اول حاجه بيقول لك فرق الجهد بين نقطتين 12 فولت. انا عارف ان كلمه فرق الجهد بين نقطتين بتساوي الرمز في، فانا هاجي تحت في المسوده وهنا هكتب في بتساوي 12 فولت. هنا بقى قبل ما نقول في المسوده اخلي بالي كويس قوي 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 من فكره هل محتاجه تحويل وحدات ولا لا. يعني هل مثلا هو قايل لي ملي فولت مش عارف مايكرو فولت؟ لا، هو قايل لي فولت على طول، يبقى اكتب في بتساوي 12 فولت. المعطى اللي بعده وتحرك بينهم 6.5 في 10 أس 18 إلكترون. إيه ده؟ ده الإن عدد الإلكترونات، فهيبقى إن بتساوي 6.5 في 10 أس 18 إلكترون في زمن قدره ثانيتين، يعني التي بتساوي 2 seconds. أنا عارف طبعا إن الإي بتساوي 1.6 في 10 أس سالب 19
دي المفروض ان هي محفوظه وتحفظها، لان ممكن وارد جدا في اخر السنه ما يديلكش الكميه دي مكتوبه. انا هنا ايه اللي انا عملته؟ انا حولت الكلام المجعلص اللي بالعربي فوق ده للكلام الجميل المرتب ده. ايه اللي هيفيدني فيه؟ اولا لو في خطوه تحويل مثلا، يعني انا كان كاتب لي 12 ملي فولت، حشر لي ملي في النص، فانا هنا هكتب 12 فولت بس هكتبها مثلا في 10 اس سالب 3 من الملي للمتر. فيبقى انا كده نقلت من فوق، بدل ما اكتب واغلط في الاله الحاسبه في الامتحان اكتب 12، لا ده انا هكتبها 12 في 10 اس سالب 3، لان هو قال لي ايه؟ ملي فولت، فانا حولتها للفولت، بس طبعا ده مش في مسألتنا فانا شطبتها دلوقتي. فدي فايدة المسودة. اولا بتخليك تضمن انك كاتب المعطيات كويس قوي ومش هتغلط فيهم، مش هتنسى رقم، مش هتنقل حاجة غلط، لانك في الاول خالص بتنقل بتركيز. انت عارف ترجمت يعني ايه فرق جهد بين نقطتين، ترجمت الرمز بتاعها، كتبت قدامك الرموز في شكل كده من قدام، شكل لطيف جميل، علشان تقدر بعد كده تكمل باقي المسألة. بالمناسبة دي نوع من المسائل اسمه مجهولين، ده نوع من المسائل، تمام؟ وهعلمكم ان شاء الله النوع ده، بس ايه نوصل له. انت هنا كتبت طب في ان تي اي، انا ايه القوانين اللي كانت عندي؟ ايه القوانين اللي عندي؟ هو عايز المقاومه. طب مال المقاومه ومال عدد الالكترونات ومال الزمن ومال شحنه الالكترون. هنا هيجي بقى في دماغي على طول ده في قانون بيجمع الثلاثه دول بس مش بيطلع الار. ايه هو القانون يا عمي؟ اي بتساوي ان في اي على تي، صح كده؟ مش القانون ده بيجمع الثلاث معطيات دول؟ ساعتها همشي في القانون. طب انا عايز اعمل علاقه ما بين الار ما بين الفي. ايه العلاقه ما بين الار ما بين الفي؟ ان الفي بتساوي اي في ار، يبقى لما انا عايز الار هتساوي في على اي. طب انا عندي الفي، هو عايز الار، ما عنديش الاي، بس عندي قانون فوق يجيب لي الاي والثلاثه دول موجودين. يبقى دي فايده المسوده. المسوده اولا بتخليني انقل لو في تحويل وحدات اعمله واكتبه في المسوده محول، فانا لما هاجي هكتب على الاله الحاسبه او هاجي اعوض مش هغلط واخد الرقم اللي فوق اللي مش متحول. دي نقطه. تاني نقطه، بيحط لي الرموز كلها قدامي، فبقدر ان انا اشوف القانون اللي بيجمعهم ايه، اشوف المطلوب ده هقدر اجيبه بانهي قانون واكتب القوانين قدامي، وفي الحاله دي هلاقي الاجابه بتاعتي طلعت، وان شاء الله الاجابه بتاعتي كويسه. وكمان المسوده بتمنعني من الغلط وبتخليني ان انا اقدر احل صح. فكل طرقنا الفترة اللي جاية هتعتمد على الأربع أساسيات دول. إن شاء الله الفترة اللي جاية سلسلة من الفيديوهات، لو حابين إن أنا أكمل يا ريت تشاركوني في الكومنتات وتقولوا لي كمل أو لأ. إن شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى فترة جميلة، فترة لذيذة، هنعيش فيها سوا مغامرات في الفيزياء، هنعيش فيها سوا حلول وطرق حلول بتخليني إن أنا أضمن درجات في آخر السنة. وهقول لك بص، شايف السؤال ده أو المسألة ده؟ أنت كده لما خلصته معايا في الباب ده مثلا، أنت كده خلصت درجتين أو خلصت 4 درجات وتفر في امتحان ثانوية عامة، ضمنتهم في جيبك. 2 درجتين في 3 في 4 درجات. بعد كده هتلاقي نفسك معاك اغلب درجات المسائل او تقريبا كل درجات المسائل باختلاف انواعها باختلاف اشكالها. هنتطرق لكل نوع من المسائل، كل نوع من الاسئله الفتره اللي جايه. فتابعوني، اشتركوا في القناه لو عايزين، شيروا القناه او شيروا الفيديو ده مع اصحابكم. الفيديو ده ما هو الا مقدمه، لسه اللي جاي احسن بكتير قوي. الاهتمام شويه بالمقدمه كان ان انا عايز ابدا وعايز ان انا الحق اعمل لكم حاجه عشان تلحقوا المراجعات، تلحقوا الامتحانات الشامله بتاعتكم. فلسه ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. اللي جاي بقى ممكن نحل شويه في كتاب الامتحان، نحل في الاسئله اللي انتوا عايزينها، اي حد عنده اسئله يبعتها لي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه. شكرا جدا انكم قعدتوا لغايه دلوقتي في الفيديو، وربنا معاكم.